looking at me. السلام عليكم، عمر الكندي معكم، والحمد لله فتحت قناة في اليوتيوب. بما ان اول مقطع لي في اليوتيوب الصراحة متحمس لباقي المقاطع، متحمس للمحتوى اللي ببدأ انزله واشتغل عليه في اليوتيوب. فباختصار بنتكلم عن نقطتين، الاولى من هو عمر الكندي، ثاني نقطة ايش بيكون محتوى القناة. طبعا بتكلم عن اول نقطة واللي هي من هو عمر الكندي. وطبيعي جدا اني ابدا واتكلم عن اول شيء اللي هو الخفه، بما ان اغلب الناس واغلبكم يعرفني كلاعب خفه، بدايه من الانستغرام وصولا الى اول مقطع لي في اليوتيوب اللي هو هذا. حساب في الانستغرام بيطلع هنا على الشاشه. انزل كنت فيه مقاطع، وبديت في الانستغرام تقريبا اذا ما خاب ظني من 5 سنوات اتوقع كذا. اقدم محتوى في الانستغرام عن العاب الخفه، خدع وهذه الامور. صار لي 5 إلى 6 سنوات تقريبا في مجال خفه اليد او الخدع البصريه، او نفس ما يسموه الماجيك او حتى الإلوجن اللي هو فن الوهم. وطبعا كاي شخص عادي بدايتي كانت بدايه بسيطه بالورق، بالكوينز، بالخواتم، بهذه الامور. في هذا المجال يسموها الكلوز اب ماجيك. طبعا الحمد لله تطورت شويه شويه الى ان وصلت اني اقدم على مسارح كبيره، مسارح تضم من 1000 الى 4000 شخص تقريبا. في عمان اكيد قدمت عروض على مختلف ولايات السلطنه، بعدها طلعت الى خارج عمان وقدمت عروض في اكثر من دوله خارج عمان. ممكن بعضكم ما يعرف ايش هي خفه اليد او ايش هي الخدع البصريه، مع انه استبعد هذا الشيء لان اغلبكم اكيد يعرف الحركات اللي نشوفها واحنا صغار، نطلع لك ارنب. اللي انا اسويه باختصار ممكن امسك كرت اخفيه، اطلع كرت من الهواء. طبعا اقدم على مسارح خدع اكبر من كذا، نفس ما تشوفوا هذا الصندوق اللي ما فيه شيء يولع فيه نار، ممكن اطلع منه انسان نفس ما شفت. النقطه الثانيه اللي بنتكلم فيها اللي هي ايش محتوى القناه. عمر تقدم محتوى على الانستغرام، قدم خدع وفقرات في الانستغرام متعلقه بالخفه والخدع البصريه. فتحت قناه في اليوتيوب، ليش؟ ايش بتقدم في اليوتيوب؟ اللي اغلبكم ما يعرف ان انا احب مجالات ثانيه غير الخفه، مثل الجيمنج والمسلسلات والافلام وهذه الامور. تقول لي عمر كلنا نحب هذه الاشياء، لا انا احبها بطريقه ثانيه، بحيث اني احب اتعمق في هذه الامور. مثلا اذا شفت مسلسل احب اتعمق في تفاصيله من ناحيه الاخراج، الانتاج، الكتابه، ايش صار، ايش ما صار، ايش ممكن يصير في المستقبل لو غيرنا الكتابه بهذه الطريقه. وفي الجيمنج نفس الشيء. محتوى القناه طبعا اول شيء بيكون فيه الخفه او الخدع البصريه، بتكون بشكل اقوى من اللي انا اقدمه في الانستغرام، وبنسوي اشياء اكبر. شيء من ضمن محتوى القناه بيكون الجيمنج، بصور العاب، بصور وانا العب، بتكون في ردات فعل، بتكون في اشياء قويه للجيمنج. طبعا كمحتوى ثالث القناه بيكون عن المسلسلات، بتكلم عن المسلسلات اللي تنزل بشكل حصري، بتكلم عن تحاليل للمسلسلات. طبعا بتكون للي مهتم منكم يتابع هذه الامور المختصه بالمسلسلات والافلام. ممكن البعض يتساءل عمر ايش المكان اللي انت جالس فيه؟ المكان اللي انا جالس فيه الله يسلمكم هذا هو المقر لليوتيوب وللانستغرام وللشغل بشكل عام، لي والهيثم مستر كراش اللي قناته والباقي الشباب معنا طبعا. اما المكان اللي جالس فيه تحديدا هو السيت اب مالي، اللي هو البي سي والشاشات والشغل هنا كله يصير. بالنسبه للي وراي هم السيتابات الشباب، بي سي يارب، بي سي هيثم، مستر كراش. تقريبا وصلنا لنهايه المقطع، ما استغنى عن دعمكم، فلا تنسى اللايك والسبسكرايب وايضا تفعل جرس التنبيهات. تقريبا هذا كل شيء عندي، اشوفكم على خير. Part 3, Perkins, I'm on the next pill. She should lay off the drugs, but I do it for the thrill. And if I die young, please write my will. Back in high school, rapping the beats on Beats pills. Yeah, she said, let's get out of here. Okay, don't fuck with Beamers, only cop the race. Call me Sherlock, yeah, close case. Going down the highway, my